اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده مهم جدا لانه هو بيخص مستقبل كل عيلة، فلازم ما تتجاهلش الفيديو. لو انت داخل على زواج او لو انت داخلة على زواج لازم تسمع الفيديو للنهاية. فيديو النهارده عن الثلاسيميا. كتير لما بتروح تعمل تحاليل الزواج بتلاقي مكتوب كلمة الثلاسيميا في الورقة. انت ممكن تكون مفكر ان دي شوية انيميا هتاخد لها حديد والموضوع هينتهي، بس الحقيقة غير كده. الموضوع بتاع الثلاسيميا مش مجرد انيميا عادية، لا ده لازم انت تروح للدكتور الطبيب المعالج يكتب لك على كورس علاج وتلتزم بيه، ولو ان العلاج ده انت ممكن تاخده طول عمرك، بس لما تلحق الموضوع من الاول هتنقذ حياة عيلة كاملة. النهاردة احنا بنتكلم عن انيميا البحر المتوسط اللي هي الثلاسيميا، المرض اللي ممكن يغير مسار حياة عيلة كاملة لو ما اخدناش بالنا منه من الاول. هنعرف مع بعض ليه سموه كده وايه حكايته مع الجينات وليه الوعي بيه مهم جدا. كل ده هنعرفه النهاردة. اولا يعني ايه ثلاسيميا؟ مبدئيا كده الدم ده هو الدليفري بتاع الجسم، وظيفته ان هو بيوزع الاكسجين على كل حتة فيك عشان انت تقدر تتحرك وتتنفس. المسؤول عن الشيلة دي مادة جوه كرات الدم الحمراء اسمها الهيموجلوبين. في حالة الثلاسيميا الجسم بيبقى عنده عيب صناعة وراثي في إنتاج الهيموجلوبين ده. فكر كده كأن انت مثلا عندك مصنع بينتج عربيات بس من غير مواتير، فالعربيات اللي هي كرات الدم الحمراء دي يعني بتطلع ضعيفة وبتتكسر بسرعة جدا، ده بدل ما تعيش عمرها الطبيعي. والنتيجة ايه؟ الجسم بيفضل طول الوقت في حالة جوع للأكسجين، وبتحس ان انت على طول مهدود وبتنهج من أقل مجهود. طيب ايه الفرق بقى بين حامل المرض والمصاب بالمرض؟ ولازم تفهم الفرق ده هو أهم معلومة في الفيديو النهاردة. النوع الأول هو حامل المرض أو حامل الصفة الوراثية. ده شخص زيي وزيك، رياضي وبيشتغل وحياته طبيعية جدا، وممكن يكتشف بالصدفة وهو بيعمل تحليل دم ان هو حامل للجين ده. ما عندوش مرض، هو بس شايل الصفة دي، وهتفرق معاه في المستقبل لما يجي يتزوج ان هو ممكن ينقلها لأولاده، وهنعرف ممكن ينقلها لأولاده في حالة ايه. النوع التاني وده المصاب بالثلاسيميا الكبرى، وده هو اللي ورث الجين من الأب والأم مع بعض، يعني الأب والأم عندهم الثلاسيميا، هم مصابين بالثلاسيميا فهو كمان مصاب بالثلاسيميا. الشخص ده جسمه ما بيقدرش يصنع دم سليم، وبيبقى محتاج عملية نقل دم بانتظام طول حياته علشان يقدر يعيش، يعني هو بيفضل طول حياته بننقله دم. طيب ليه بيعملوا التحليل ده قبل الزواج؟ علشان نحسبها كده بالراحة ونفهمها. لو واحد حامل للمرض قرر ان هو يتزوج واحدة هي كمان حاملة للمرض، هما الاتنين شكلهم سليم وزي الفل ومفيش عليهم اي اعراض، بس في كل مرة هي هتحمل فيها في احتمال 25% ان الطفل ينزل مصاب بالنوع الصعب. 25% دي مش مجرد رقم، دي معناها ان في طفل ممكن يجي الدنيا ومن اول كام شهر في عمره يبدأ رحلة دم نقل دم كل اسبوعين او كل شهر. تخيل بقى نقل الدم ده بيعمل زيادة في الحديد في الجسم، فبيحتاج ادوية تانية عشان تحمي القلب والكبد. احنا بنقول الكلام ده، يعني انا بقول النهاردة مش عشان اقلقك او اخوفك، بس علشان لازم نوعي بيه الناس. كمان الجزء المهم بقى، انا عماله اخوفك واقول لك هينقل يعني المرض هيتنقل للاولاد وهكذا. طيب هل مريض الثلاسيميا ده ملوش حياة؟ بالعكس، الطب اتقدم جدا وفي ناس كتير جدا متعايشين مع المرض وبيشتغلوا وعايشين حياتهم عادي جدا، وفي حلول زي زراعة نخاع العظام. بس في الاخر الوقاية اهم بكتير جدا من العلاج. تحليل CBC او اللي هو صورة الدم الكاملة وفحص الهيموجلوبين قبل الجواز ده مش مجرد روتين انت بتعمله، ده امانة في رقبتك، لان انت بتنقذ بيه حياة الطفل اللي هيجي على وش الدنيا. لو عرفت ان انت حامل للمرض او انتوا الاتنين حاملين للمرض لازم تستشيروا طبيب متخصص. دلوقتي بقى فيه حلول تانية غير زراعة نخاع العظام، زي الحقن المجهري وفحص الأجنة علشان نضمن ان الطفل يجي سليم. فصحتك وصحة أولادك مش رخيصة، لازم تهتم وتسأل وتعرف.
علشان تنقذ حياة طفل ممكن يجي الدنيا يعاني بسبب ان حضرتك او حضرتك او انتوا الاتنين مع بعض ما التزمتوش بالتحليل وتجاهلتوه، او حتى عملتوه طلع عندكم وفكرتوا ان هو مجرد انيميا عادية وتجاهلتوا الموضوع، فبالتالي انتوا هتكونوا سبب في ان طفل يجي الدنيا هيتعب وهيتنقله دم كل شهر، يعني هيتنقله دم طول حياته علشان بس يقدر ان هو يعيش. لو عندكم اي سؤال سيبوه في التعليقات هرد عليه. لو استفدت من الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت نشير الفيديو ده لان الوعي فعلا بالثلاسيميا دلوقتي بقى مهم جدا وضروري جدا. وبس كده، سلام.